ايه ده؟ هو راح فين؟ انا دورت عليه في كل حته ومش لاقيه. دورت عليه في سلقط وملقط ملقتهوش. انما ايه حكايه سلقط وملقط دي؟ طب ما تيجوا نعرف مع بعض الحكايه. كان في راجل زمان في قريه ناوي يسافر لمده طويله، وكان عنده بلاص عسل. الراجل خاف ان العسل يتاخد من البيت وهو مش موجود، خصوصا انه هيسافر لمده طويله جدا. وكان في واحده ست في القريه دي مشهوره بين الناس انها امينه. راح الراجل وساب العسل عندها لحد ما يرجع من السفر. الست دي كان عندها ابن بيحب العسل جدا، وفرح جدا لما الراجل ساب البلاص عندهم، وكان عايز يشرب من العسل ده كل يوم من غير ما امه تعرف. الولد راح جاب بوصة طويلة، البوصة دي كده حاجة زي الشاليمون، وعمل فتحة صغيرة في غطا البلاص يدخل البوصة منها ويشفط العسل. كل يوم يعمل نفس الحكاية، يفتح الغطا ويحط البوصة ويشفط من العسل لحد ما خلص العسل كله. رجع الراجل من السفر وراح للست عشان ياخد العسل بتاعه. راحت الست فعلا عشان تجيب له بلاص العسل، ولما الراجل فتح البلاص لقى فاضي خالص. الراجل استغرب جدا لما لقى البلاص فاضي، العسل راح فين؟ وسأل الست عن العسل بتاعه. الست ردت عليه وقالت له انا ما اعرفش العسل راح فين، هو كان موجود، طب انا هروح ادور عليه يمكن يكون وقع. الست راحت تدور على العسل فعلا بس ما لقيتش حاجه. المهم ان الراجل سألها، ولانه عارف ان هي امينه، اما سال قط؟ قالت له لا. اما مال قط؟ قالت له لا. الراجل استغرب، الله، امال العسل راح فين؟ المهم انه الراجل سلم امره لله وسابها ومشي. الست فضلت تضرب كف على كف وتسأل نفسها وتقول اما والله قد بحثت عنه فما سال قط وما مال قط فأين ذهب العسل. ست يا عيني كانت هتتجنن، وقعدت تردد وتقول ما سال قط وما مال قط فأين ذهب. وكل ما تقابل حد تحكي له الحكاية وتقول ما سال قط وما مال قط فأين ذهب العسل. ومع مرور الوقت الكلمة ابتدت تتحرف، وبقت دورت عليه في سلقط وملقط ما لقيتهوش. ودي كانت حكاية سلقط وملقط. سلام.